كتير من الامهات والاباء بيبقوا عايزين ياسسوا اطفالهم في مهارات القراءه والكتابه، وده قبل ما يدخلوا المدرسه. وفي كتير من المعلمين بيشتكوا ان عندهم اطفال او تلاميذ في المدرسه ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، او عندهم مشاكل في القراءه والكتابه رغم ان ذكائهم طبيعي. وكتير من المراكز والمتخصصين بيبقوا عايزين يعلموا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه مهارات القراءه والكتابه. احنا عندنا الحل لكل المشكلات السابقه، وهو البرنامج المصري لتعليم مهارات القراءه والكتابة. الفصل الأول من البرنامج المصري لتعليم مهارات القراءة والكتابة، وده عبارة عن مجموعة من التدريبات اللي هندرب الطفل من خلالها إزاي يتعلم مسكة القلم. لكن لو الطفل بيعرف يمسك القلم مش هشتغل المرحلة دي وأدخل على المرحلة اللي بعديها. الفصل الثاني هنعلم فيه الطفل قراءة وكتابة وحفظ الحروف، ولكن بالترتيب بتاعنا. هندربهم الأول في المرحلة الأولى على الحروف دي، بعد كده في المرحلة الثانية هندربهم على الحروف دي، بعد كده في المرحلة الثالثة هندربهم على الحروف دي. بعد كده في الفصل الثالث بنراجع الحروف الأول، بعد كده بندربه على كتابة الحروف الهجائية وحركة الفتح، ألف فتحة آ ب فتحة باء إلى آخره. بعد كده هندربه على قراءة وكتابة حرفين بحركة الفتح، حا ما را ما إلى آخره. بعد كده بندربه على قراءة وكتابة الحروف والكلمات زي درس حصد نجح إلى آخره. بعد كده الفصل الرابع وهو تدريب الطفل على قراءة وكتابة الحروف وحركة الكسر. أولا هندربه يكتب حرف واحد ويقرأ حرف واحد بالكسرة، بعد كده حرفين بالكسرة، بعد كده حرفين فيهم حركة الكسر وحركة الفتح، بعد كده كلمة من 3 حروف فيهم الفتحة والكسرة مع بعض. والفصل الخامس هندرب الطفل على قراءة وكتابة الحروف والكلمات وحركة الضم، بعد كده قراءة وكتابة حرفين بالضمة، بعد كده قراءة وكتابة حرفين فيهم حرف ضم، يعني زي سا مو عي شو رو مي إلى آخره. بعد كده آخر مرحلة هندربه على قراءة وكتابة كلمات من 3 حروف فيها حركة الضم. مرة ندربه على حركة الضم في الأول، ومرة ندربه على حركة الضم في النص، ومرة ندربه على حركة الضم في الآخر. الفصل السادس تدريب الطفل على قراءة وكتابة الكلمات والحروف التي بها سكون. في الأول هندربه على قراءة وكتابة حرف واحد بالسكون، بعد كده هندربه على قراءة وكتابة حرفين فيهم حرف سكون، بعد كده هندربه على قراءة وكتابة 4 حروف فيهم سكون زي ابزر اشكر احصد إلى آخره، والأمثلة في الكتاب كتير. الفصل السابع بقى، وهنا هندرب الطفل على قراءة وكتابة الكلمات اللي فيها مدود زي المد بالالف، المد بالياء، المد بالواو، بعد كده الكلمات اللي فيها مدين. والفصل الثامن بقى، هنا في المرحله دي هيبقى الطفل خلاص الطفل بقى يعرف يقرا ويكتب الحروف والكلمات بالحركات المختلفه، حروف وكلمات بالفتح وبالكسر وبالضم وبالمد بالالف وبالمد بالياء وبالمد بالواو. هنا في الفصل ده هنبدا ندرب الطفل على قراءه وكتابه الجمل. في البدايه هندربه على قراءه وكتابه جمله من كلمتين، بعد كده هندربه على قراءة وكتابة جملة من 3 كلمات، بعد كده هندربه على قراءة وكتابة جملة من 3 كلمات فيها حروف جر، بعد كده ندربه على جمل وكلمات فيها الشدة، جمل وكلمات فيها التنوين، جمل وكلمات فيها الهمزات المختلفة، جمل وكلمات فيها التاء المربوطة. الفصل التاسع بقى، هنا خلاص اتأكدنا ان الطفل بقى يعرف يكتب الكلمات والحروف والجمل المختلفة. نبدأ ندرب الطفل على قراءة وكتابة الدروس أو القطع باللهجة العامية، ولما يتقنها نبدأ ندرب الطفل على قراءة وكتابة الدروس باللغة العربية الفصحى. وفي نهاية البرنامج خلاص الطفل اكتسب طلاقة لغوية وبقى يعرف يقرأ ويكتب كويس. هنبدأ نجيب قصار الصور، هنجيب جزء عامة، نبدأ نخلي الطفل يقرأ ويكتب قصار الصور ونمليه من قصار الصور. ممكن نجيب مجموعة من القصص من المكتبة، أي قصص سواء بالعامية أو بالعربية الفصحى، ونطلب من الطفل انه يقراها ويكتبها ويتملاها. اخر حاجه الفصل العاشر. الفصل العاشر ده خاص بالباحثين، باحثي الماجستير والدكتوراه او الباحثين بصفه عامه، الناس اللي هتستخدم البرنامج ده في الابحاث بتاعتها او رسائل الماجستير والدكتوراه. هتلاقي عندك هنا في الفصل العاشر كاتب لك فيه تفسير النتائج والاحصاء الخاصه بالبرنامج
البرنامج والعينات اللي تم تطبيق عليها البرنامج. ملحوظة أخيرة ومهمة جدا، البرنامج المصري لتعليم مهارات القراءة والكتابة تم صياغته باللهجة العامية. يعني إيه؟ يعني البرنامج ده مش ملتزم بقواعد النحو، البرنامج ده مش ملتزم بقواعد البلاغة، البرنامج ده الهدف منه تعليم مهارات القراءة والكتابة فقط، لكن مش الهدف منه تدريس منهج معين أو تدريس البلاغة أو تدريس المهارات النحوية. عشان كده هنلاقيه مش ملتزم بقواعد النحو، ده برنامج لمحو الأمية أو برنامج للتأسيس، وبعد كده بعد ما نأسس بالبرنامج ده نبدأ نشتغل بالمناهج المدرسية العادية.